السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي سارة كوك. كالعادة في بداية الفيديو نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم هاد الكراتان تاع الدنجال والبطاطا مع لاصوص بيشاميل ولا صوص طوماط، يجي بزاف بنين. يعني صدقوني هاد الكراتان من ألذ الأطباق اللي نديرهم. لهذا بغيت اليوم نشارككم الوصفة، ونتمنى أنكم تشاركوها مع أصحابكم وأصدقائكم وتجربوها وتخلوا لي آرائكم تحت الفيديو. بدون إطالة نروحو نتعرفوا على طريقة التحضير. إذن هنايا أول حاجة راح نديرها هي أني نقلي البطاطا تاعنا بعد ما قشرتها ونقيتها طبعا وقطعتها إلى دوائر، وضفت لها الملح. نروح نقليها في الزيت اللي كنت سخنتها جيدا مسبقا، ونقلي كاع الكميه. وانتم على حسب عفوا عدد افراد العائله تاعكم. الا كنتوا يعني بزاف كثروا البطاطا والدنجال. انا هنايا درت حوالي 5 حبات بطاطا وقليت كاع الكميه تاعي، يعني هذه المقله الاولى. من موراها زدت مقله زوجه. وانتم وعلى حسب عدد افراد العائله تاعكم كما قلت لكم. ونروحوا من موراها نقلوا الدنجال. لا راكم تشوفوا غادي نقلوهم في نفس المقله وفي نفس الزيت. وهنايا نفضل اني نقلي البطاطا هي الاولى. كما تعرفوا الزيت تاع البطاطا يبقى صافي، عكس الدنجال لو كان نقليه هو الاول يطلق لي هذيك الكحوليه تاعه. وكي نجو نقلو من موراه البطاطا تاعنا تدي هذيك الكحوليه تاع الدنجال. وهنايا نروح نملحو الدنجال تاعنا اللي كنت قطعته طوليا بهذا الشكل ورققته. طبعا ما تغلطوش الحبه باش بالخف تنقلها لكم. هنايا غادي نعطيكم تدبيره اليوم ولا نصيحه اليوم، انكم تطلوا الحبه تاعكم تاع الدنجال ببياض البيض باش ما يجيكمش مزيت ويتحمر معكم بالخف في المقلاة. نعم، تدبيره اليوم هي بياض البيض باش الدنجال تاعكم ما يشربش الزيت. يعني انايا جربت عده طرق، كنت نرمده في الفرينه يجي مزيت وياخد بزاف وقت في القليان. يعني درت عده طرق يعني اللي يقولوها لي نديره في الفوق بصح ما يجينيش بنين. لكن بهذه الطريقه نضمن لكم انكم الدنجال تاعكم ما يجيكمش كاع مزيت ويجي بنين. كما تعرفوا حاجه دائما اللي تجي مقليه تجي بنينه. والدنجال كما تعرفوا كما صار له كما ليبونج يشرب بزاف الزيت. لكن بهذه الطريقه نضمن لكم انكم راح تتحصلوا على دنجال بولا قطره زيت. إذن هنا نقلي الحبات تاوعي ونحاول كيفاش ندورهم على الجهتين باش يتحمروا لي من الوجهين. إذن وفي الأخير لما نجي نستف الدنجال تاعي راح نوري لكم لاصيت اللي كنت حطيت فيها مباشرة الحبات تاع الدنجال تاوعي بعد ما قليتهم. وتعمدت أني ما نديرش بابي أبسوربون باش نوري لكم باللي الدنجال ما طلقليش كاع الزيت وما جاش كاع مزيت. هذه التتبيله ننصحكم بها في كل الاطباق اللي تستعملوا فيها الدنجال المقلي، كما البرانيه كما المقلوبه وعده اطباق اخرى فيها الدنجال المقلي. ننصحكم بهذا البياض البيض ما يخلي لكمش كاع الزيت في الحبه تاعكم. اذا هنا بعد ما حمرت الحبات تاوعي كاع وقلبتهم على الوجهين نروحوا نقلعوهم من الزيت ونروحوا نقلوا صدر الدجاج اللي كنت رحيته وضفت ليه فلفل كحل شويه ملح شويه كوري ونقليه جيدا. وحاولوا كيفاش تحركوا صدر الدجاج تاعكم مليح قبل ما يعطيك ينشف ويعطيكم هكا قطع كبيره. كما تعرفوا صدر الدجاج بالخف ينشف. ونروحوا نحضروا لاصوص بيشاميل. هنا عندي 2 مغارف كبار مارغرين اللي كنت ذوبتهم فوق النار وضفت لهم حوالي 4 مغارف كبار فرينه. ونحرك الخليط جيدا. نبقى نخلط مليح. ونضيف في الاخير نصف لتر حليب. انا دائما في نصف لتر حليب ندير 2 مغارف كبار مارغرين مملوئين جيدا مع 4 مغارف فرينه. ونبقى نضيف تدريجيا في الحليب حتى تنتحل معايا كاع هذيك الفرينه باش تتحصلوا على بيشاميل ناجحه. يعني كاين تانيك بزاف نساء يقول لك انا لاصوص بيشاميل ما تنجحليش ولا تعطيني هكا دي غرومون ولا. السر هو انك تحلي الفرينه مليح فوق النار مع المارغرين باضافه الحليب تدريجيا. اذا هنا بعد ما تماسكت معايا الصلصه نروح نضيف لها مغرف صغيره فلفل كحل مع شويه ملح مع اضافه قطعه جبن ابيض. اذا هنا راح نحضروا صلصه الطماطم ولا لاصوص طوماط. هنا عندي حوالي 2 مغارف كبار
طماط كونسونطري ولا طماطم مصبّرة اللي نضيف لها فلفل عكري، شوية فلفل كحل، وشوية ملح مع إضافة الماء تدريجيًا ونحلّها مليح. هنايا خضات لي 2 مغارف كبار، خداو لي حوالي كاس كبير تاع ما. إذا نخلّطها مليح، نحاول أني نحل قاع هاذيك الطماطم المصبّرة تاعي. إذا أنا حاولت أني نسهّلها لكم ونديرها لكم بارد في بارد بلا ما نضلّو نطيّبو فوق النار، يعني كيما تعرفوا ديجا قلينا البطاطا والدنجال ولاصوص بيشاميل. إذا هنايا حاولت أني نديرها لكم على بارد وتاني كتجي بزاف بنينة. إذا هنايا نروحو نستفو مكونات الطبق تاعنا، نروحو نفرشو صلصة البيشاميل كيما راكم تشوفوا هنايا، ونروحو نضيفو ليها كطبقة أولى بطاطا مقلية. هذا الطبق ولا هذا الغراتان يجي بزاف بنين، يعني من أشهى ومن ألذ الأطباق اللي نديرهم، خصوصا خليط ولا مزيج لاصوص بيشاميل مع لاصوص طوماط تعطي ذوق أكثر من رائع. ننصحكم أنكم تجربوا الوصفة وما تنسوش تبارطاجوها مع أصدقائكم وصحابكم. إذن هنايا نحاول كيفاش نفرش البطاطا تاعي قاع في البلا كطبقة أولى، ونروح نضيف فوقها لاصوص بيشاميل. إذن هنايا نحاول كيفاش نملأ قاع الفراغات وندير قاع الطبقة الأولى قاع تكون بطاطا قاع معمرة في البلا. إذن هنا نروح نفرغ لاصوص بيشاميل تاعي، نحاول كيفاش نمشيها على كامل البطاطا ونضيف لها لاصوص طوماط بهذا الشكل، يعني نبقى نضيفها بهذا الشكل، يعني ما تروحوش تفرغوها مباشرة. إذا نروحو نضيفو لها صدر الدجاج اللي كنا قليناه في رحبة. هنايا الكونتيتي ما غاديش نديرها كاع، غادي ندير النص هنايا والنص نخليه فوق، نديره فوق الدنجال. إذا نحاول كيفاش نوزعها على كامل البلا تاعنا، ونروحو نجيبو حبات الدجاج تاعنا ونستفوهم بهذا الشكل طوليا. وهنايا دوك نوريلكم لاسيت تاعي اللي كنت حطيت فيها الدنجال بعد ما قليته مباشرة من المقلاة، يعني ما يطلقليش كاع الزيت ولا ما طلقليش كاع الزيت. كيما قلت لكم بياض البيض ما يخلي لكمش ولا قطرة زيت في الدنجال تاعكم. كيما راني نوريكم هنايا شوفوا، يعني هذاك الماء تاع الدنجال ماشي الزيت. إذا وهنايا نروحو نضيفو نصف الكمية اللي بقات لي تاع فيوند هاشي تاعي، ونحاول كيفاش نوزعها على كامل الحبة تاع الدنجال ونضيف لها لاصوص بيشاميل اللي تبقات لي، يعني نديرها كاع ونمشيها على كامل الدنجال تاعي بهذا الشكل. حاولوا كيفاش توزعوا لاصوص بيشاميل على كامل البلا تاعكم، حاولوا كيفاش تغطوا مليح الدنجال تاعكم. إذن هنايا نروح نضيف لاصوص طوماط تاعنا اللي كانت تبقات لنا. إذن هنايا أنا في الأخير زدت له فخوماج غابي، ونكون سخنت الفرن من قبل وندخله برك كلشي راه طايب، برك ياخد تحميرة. وهنايا الشكل تاعه بعد ما خرج من الفرن يجي بزاف بنين والشكل تاعه يشهي. نتمنى منكم أنكم تجربوا الوصفة، ودائما خلوا ختامها مسك، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونضرب لكم موعد آخر مع وصفة أخرى. إلى اللقاء.